عشان ما ياخدش السفينه غير يخرب. ودي تديك فسحه انك تتعامل مع النص، واخد بالك في هذا المقتضى ايه؟ قال اتفق مع سيدنا ما ها لما وضح له، ما هو ماشي معاه ليه؟ ليه؟ لانه هو عنده شيء يعني هو بيقول ده، ما هو المقصود ان هو يقول الكلام ده، شيء امرأة، شيء نكرة، مش كده؟ ما هو مقصود الكلام ده. ما هو اصلا مقصود كلام سيدنا موسى ده اصلا مقصود، هذا مقصود. طيب لما راح في الواد وقتل كده انت نفس الذكي لقد جئت شيئا ايه؟ شكرا جئت شيئا جئت شيئا ايه؟ ما قالوش منكر. ليه تقتلنا مين بيتقال؟ قال له منكر، قال له ايه؟ قال له منكر، قال له ايه؟ قال له ايه؟ شكرا قال له منكر، نكرة يعني مش مفهوم خالص، شيء غريب يعني. وامرة برضه يعني شيء بالجدل يعني ايه؟ يعني لازم نوقف عند القرآن، احنا ما بنمسكش ايه؟ ما ربنا كان قال له ده قد جئت شيئا نكرا، يعني يعني مش ممكن يقبلوا ايه؟ العقل او نكرا عند غيرك مثلا. قال له فلما بينها له قال له ايه؟ أما الغلام كان أبوه مؤمنين. قال له ايه؟ قال له كان حيرهم ابواه ايه؟ طغيانا وكفرا فاراد. خلي بالك القتل قال ايه؟ فأردنا أن يبدلهما فأردنا ايه؟ أن يبدلهما خيرا منه زكاة. ايه؟ احنا ايه يعني في علم الله ان ده عايز لكم صغيرانا يبقى ايه احسن حاجه هو الغير كده يوقع. بعدين في الاخر كله حوله، في الاخر قال له هو ما فعلته. خلي بالك في الحته الاخيره هذا اللي جواب سيدنا موسى. جواب سيدنا موسى في النبي عشان كده هذا الجواب والمفروض الحته الاخيره بالفعل وما فعل. يا اخوان سيدنا موسى فرط في الشريعه. ده لو ما اعترضش سيدنا موسى كان حاكم. بقول لك كانت حاكم في سيدنا موسى لو ما اعترض. طب ده بيقول لك الكلام ده هو حجه عليه. حجه عليه اللي قال الكلام ده، حجه عليه ومش عليه. لو هو ما اعترضش كان ايه؟ ملعوب بقى. لكن موسى ايه بحكم الشرع يبقى هنا حاكمه الشريعه حكمت والحقيقه بينت ايه؟ حيثيات الحكم. يبقى هنا ايه القضيه واحده ولا لا؟ الشريعه ظاهرا حكمت والحقيقه الحكم الخضاع ايه عمل؟ بين ايه حيثيات الحكم. يبقى الحكم صحيح ولا مش صحيح؟ يبقى مش غلطان. محدش فاهم هو ايه اخبطه بس. الله. الشيخ البدري عليه رحمه الله بيقول كان واحد من المجازين كان يجي عند والدي كان يكرمه يعني وكذا، فهو ماشي يعني بقول له يا رب يعني اجعلني مثلك، قال لا تقل ذلك، لو صرت مثلي ما احد يفهم عنك. صح زي ما انت بتقول كده يعني الانسان الحال لا ينطق الا بالحق. طبعا. فهنا القضيه كلها يعني عشان تاخد بالك جذب ده الانسان جذب اما جاي عن طريق تجليات ربانيه. هذه التجليات الربانيه تخرج الانسان عن حالته الادبيه او البشريه بس في ايه بقى ملامح ربانيه هتيجي مخالفه ولا هتيجي موافقه؟ لا تأتي مخالفة جاءت مخالفة لا. انت عرفت الموز عرفته بايه؟
بالطعم ولا بالشكل. في واحد عاقل بالطعم موز. بالشكل عاقل هذا هقول موز. اقول لك ايه؟ قلت لي موزه. اقول يا رايك في الموزه تكتب كده. يا والله العظيم اجعلها موزه دي زي الموزه. صح الكلام ده؟ يا ابوي دي موزه. اقول طب بصها كويس حته منها كده. والله يا مولانا اجعلها موزه انا. سبحان الله سبحان الله. هو اللي سبح رب سبحانه وتعالى. ليه؟ مين اللي فرق او مين اللي بين الطعم هذا الشيء؟ الحقيقه هي طعم الشريعه. الحقيقه هي طعم ايه؟ الشريعه ثمره. القشره اللي في الفره دي اللي حافظه قشره البطيخ دي الشريعه اللي حافظاها. قشره الموزه دي ايه؟ الشريعه اللي حافظاها. عارف الطمطام الصغير دي ايه؟ الغلاف بتاع الطمطامه دي هي الشريعه. الغلاف بتاع البصله هو الشريعه. عم نقولها لك اخواتي الحاجه. الاغلفه كلها اللي بتاعت الفواكه عباره عن شريعه، لكن ايه اللي ميزه زي مولانا يبقى الشريعه حافظه للحقيقه ولا ايه؟ ولا مضاده؟ زي الفاكهه والطماطم. بس دي حمراء ودي حمراء. واخد بالك؟ فمين اللي فالشريعه والحقيقه لا يفرقان. واخد بالك؟ واحد يقول لك الشريعه كده طب ايه الفرق بينهم؟ طب ما دي هي اللي محافظه على دي كده زي كده. ما دي عارف لو دي راحت هتلاقي اصلا دي واخده حيويتها ونشاطها من فين؟ من هنا. ما ينفعش يجيب لك ربنا يشيلك هنا كده عشان انت ما تشوف ربنا بقى. فالشريعه والحقيقه واحد يقول لك كده واحد يقول لك كده. الشريعه والحقيقه كالثمره. الشريعه دي ثمرها والحقيقه ايه؟ كلها او طعمها. خليها كلها او طعمها لجماعه الذوق. كان معانا الولد يقول ايه؟ الكلام عجيب. ما تدعش عليهم الولد تقول الجماعه دي يقول لك والله على حق يا ولد. والجماعه يقول لك على حق. كنت بتقول على الحق لا الاصل على حق ما تقول. حق يقول الكلام ليه نزعل منهم؟ واخد بالك ليه نزعل منهم؟ هم وديله ده ابو بالك. واخد بالك؟ يا مناس ولدك على الساحه بالنطق ما شاء الله. فيها العجب العجاب مجازيب. الله يبارك فيك تصوير. فيها مجازيب ومهابيب وفيها يا ما ولد عليه. واللي يصرف واللي يعمل واللي يربط واللي واخد بالك؟ هذا مولد. واخد بالك؟ كان الشيخ ايه؟ كل واحد يتعامل معاه كده. الجذب ده ما يخليكش مكان يا رب. ما يخليكش صاحب نفسك. واخد بالك؟ وما بتشوفش الناس على هيئة مش هي الناس اللي بتفهم. ما بتشوفش حد كده. شايف نفسك لوحدك في الكون. ومش عاوز حد يضايقك. ما بهدول. كده. هذا عندي كله فين؟ عارفين. مش بهنوك عروس. مثلا واخد بالك؟ هذا الشيخ ابو بسام كان يعمل حاجات واخد بالك؟ يعني وثاقه واحد يقول ايه؟ لكن متى بيعملها؟ في حالة التغير ولا في حالة التصير؟ يعني مرة دخل جامع طلع على الراجل بتاع الإمام منظر يقال إنه هو يعني كان يعمل حاجة مش كويسة مع أمه ولا بتاع كده. السلام. يوقف كده حزين ما يقدرش ينكر لأن هو ممكن يكون شايف حاجة مش هو كشف ممكن يكون شايف إن الإمام ده ما يستحقش. بس مش مطلوب من دي. لا
التشريع والتحقيق لا يختلفان عن بعض. ما يختلفوش عن بعض ابدا. واخد بالك؟ ولذلك الناس في يعني مثلا قال لك الكرامه زي العصفور في الايه؟ في القفص. كرامه. واخد بالك؟ الواحد عنده كرامه عاقل محبوس لو طلع فتح القفص ده اكثر. وبيحافظ عليها ولا انما دائما ذاك الجهل اللي هو يعني الحاجات اللي هي يعني مع الناس اللي هم حاولوا الله كده الشيخ علي يقف دي أول من الناس ما بقول لك أنا مطلوب مني إن أبص كده مش لا أنا ساكت. خلي بالك فأنا بقول لك يعني على ده هو لو صح لا بعد بس هو ما عملهاش في عمره كده هو مش صح يا اصلا هو مش صح هو اتغير يعني زي واحد حصل عنده جنون او حصل عنده ايه فقد عقله في الحاله دي فبعد كده اتاسفوا وعملوا وهل يعترض عليك؟ ها؟ تعترض عليك؟ لا انا كشخصي لو حصل معايا موقف زي كده هل اعترض عليك اقول لا مثلا او اعافر معاه ولا انصاع لا هتنقذه بقلبك قلبك يحسبون زي ما خلاص زي سيدنا موسى طيب لا ده ما سيدنا موسى بيقول لك ما هوش مش حاجه لا هو بيقول له ده الصدور يعني عاوز يتعلق يعني رب سبحانه وتعالى اراد ان ايه يعني جزء موسى سيدنا موسى عليه السلام محمد عليه السلام على حقائق هي نفس الشريعه اللي هو بيها هي فيهاش نظام خالص انما فيها حته غايبه فيها نقطه غايبه لحد يبين له ايه النقطه دي قال له هل اتبعوك على أن مما علمت رشدا الفرق مما علمت ولا علمت رشدا؟ علمت رشدا رشدا يعني تعمل ايه؟ انك تمس الابتداء يعني مقبول العقل الراجح يقبله العقل الراجح ده يقبل مما علمت ايه وحتى رشدا ربنا ده صدقه ولا ايه؟ كانت رشدة دي بالذات امسك في حته رشدة ونقرة ونمرة وامسك فيها ده ممكن أنا أخلص حاجة كده ثانية بدل ما أنا أنكر على الشخص ممكن الفعل الفعل ما بقولكش انكر على الشخص طب اقول لك العاصي نفسه هتنكر الشخص ولا المعصية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله وده اللي هي سكرة هذا هي سكرة بقول لك هذا مسوق لكن انا فشلت انا لا على الكفر لا انا بقول لك يعني الفعل نفسه بنتكلم في مجال الافعال ما بنتكلمش في مجال لا بنتكلم في مجال الافعال يعني اولادي دول مش مطالبين اني في مجال الافعال انا خربط في الدنيا واقتدوا بي لا تقتدي ولا تعترض دي قاعده موجوده اهل يقول لك ايه لا تقتدي ولا تعترض بس مع مين؟ مع الجماعه النصابين يعمل لك نفس الشيخ ومش عارف ايه وانت عندك لقيه وانت مش عارف ايه وانت مش عارف ايه وانت عند مين؟ انا بتكلم على ناس فقدوا واخد بالك؟ فقدوا ما يعيشون به بين الناس ووجدوا ما يعيشون به من عند الله سبحانه وتعالى، ما بتكلمش عن الناس لا معظمهم ادعياء وكذابين يا شيخ. احكم مالي يا اخي صلى على الله. طبعا يا سيدي لما تروح مثلا عند تقدر تحكم على السلاح والركن. طب لو رحت تحت الجد بني ادم بيكون لا بص حالة الجد كلها حالة الجد لا يصدر عنها ما يخالف الشرع. لا يصدر عنها ايه؟ ما يخالف الشرع. ليه؟ لأن الإنسان بيعمل بإيه؟ قدرة خفية اللي هي قدرة مين؟ قدرة الله. هو ربنا يعمل حاجة خارج عن أخذت يعني
يعني كان هو يتكلم كده مع هو قاعد كده مسك البطاق على حاجه زي البطاق مسك البطاق وقام شوق بعيد شوق البطاق لما شوق كل واحد لا يقال ان الضباط ده وصل واحد مش عارف يعمل ايه وصل بالك هيعمل حاجه غلط. وقال برضه ان سيدي ابو الحسن الشاذلي كان مع مريد وبعدين المريد ده راح على الاسكندريه بتاعت الشام وبعدين راح دم على بنت حلوه في الاسكندريه كانت بتاعت ايوب يعني فقعد انجذب ليه لما انجذب ليها قربوا من بعض قلت ايه من بعض اذا يرجع وصلي ايه هو شاف زي محمد فيه وأما فيه أنا ولا أنا تكون مكتوبة ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو أنت طيب؟ لا هم ناس محبين يعني زمان هو خطبنا في الجامعة والله احنا محتاجين ان شاء الله